كل ما حطيت مكياج كأني أحاول أمسح صوتها اللي كان يقول لي وش هالشكل؟ ليش كذا؟ من زين وجهك وجسمك؟ صوت مين؟ صوت أمي، أول امرأة كان مفروض تعلمني أنها تحبني، هي أول امرأة كسرتني. كانت نظرتها لي فيها شيء، كأنها كانت تقول أنتي عيب وأنتي ناقصة. كبرت وأنا أصدق أني مو حلوة ومو كفاية، أني علشاني بنت لازم دايما أكون خاضعة ومكسورة وأكون مرضية للناس. صرت أطارد الكمال، يمكن عمليات، يمكن ميك اب كل شوي، يمكن أحاول أعطي بزيادة. كنت أحاول أرسم حواجبي وأحط كونتور وميك اب عشان أغير اللي ما قدرت أغيره وأنا صغيرة. بس وجهي كان دايم يقول لي الحقيقة، أنتي مو مكسورة من برا، أنتي موجوعة من الداخل. المكياج صار درعي، بس بعد فترة حسيت إن أنا قاعدة أداوي نزيف داخلي بلصقة خارجية. شكرا لك يا ماما إنك أول من كسرني، ولكن قررت إني أنتشل نفسي. قررت إن اليوم أحط ميك اب وأتزين وأتعدل، مو عشان أتخبى، عشان أنا عارفة إن جمالي حقيقي. قررت أقول لنفسي ولكل أنثى تعرضت لنفس الأمر: أنا أحبك وأنتي كفاية.